السلام عليكم طلابي في ثالثه ثانوي دفعه 2023. الفيديو ده ليك عشان اساعدك فيه ازاي تقدر تحقق اعلى معدلات مذاكره في شهر رمضان وتستثمر شهر رمضان احسن استثمار وتلاقي نفسك طلعت بنتيجه كويسه جدا من رمضان. اول طريقه دي للناس اللي بتحب تذاكر كتير، ودي في رايي هتريح ناس كتير جدا، ان انت تبدا من المغرب تفطر وتصلي وتبتدي مذاكره لغايه الساعه 12. من بعد الساعه 12 تبتدي تنام وتصحى قبل الفجر تتسحر وتبتدي تذاكر تاني للظهر، وبعد كده تنام للمغرب وتكرر العمليه دي كل يوم. هتلاقي نفسك ان انت بتنام 9 ساعات وبتقضي باقي اليوم مذاكره. الطريقه الثانيه وانا ما اعتقدش انها هتعجب ناس كتير، ان انت تمشي يومك عادي، تصحى الصبح تذاكر لغايه المغرب وتفطر وتشرب لك القهوه بتاعتك وتبتدي تذاكر تاني لغايه الساعه 12، وبعد الساعه 12 تتسحر وتنام عشان تصحى بدري وتذاكر برضه، وكده برضه هتلاقي نفسك بتنام 9 ساعات وباقي اليوم مذاكره. وانا عارف طبعا ان الطريقه دي مش هتعجب ناس كتير، لان معظم ساعات المذاكره كده هتبقى وانت صايم، وانا عارفكم وانتوا صايمين مفيش تركيز، بس برضه ممكن تعجب بعض منكم. تعالى بقى اقول لك على ثالث طريقه يمكن تعجبك. الطريقه دي ان انت تذاكر من الساعه 12 الظهر لغايه المغرب، وتيجي بعد المغرب تفطر وتنام لغايه الساعه 12 بالليل، تصحى بقى 12 بالليل تذاكر ل 6 الصبح. كده هتلاقي نفسك بتذاكر 12 ساعه وبتنام 12 ساعه. طبعا انا عاوزك بقى تدرس اللي انا قلته كويس وتختار الطريقه اللي تعجبك اللي تناسب اسلوبك، وان شاء الله ابعت لي برضه شوف انهي طريقه نفعت معاك وانهي طريقه ما نفعتش وايه السبب. ابعت لي الكلام ده وانا هرد عليك، وممكن نبعت لك جدول المذاكره لو انت حابب. يا رب يكون الفيديو ده قدرت اساعدكم فيه على قد ما اقدر، وانا معاكم وفي ظهركم لغايه اخر يوم قبل الامتحان، عشان كلنا ان شاء الله نقدر نحقق الحلم بتاعنا ونحقق هدفنا ونفرح في اخر السنه. السلام عليكم.